لو ناويين تدخلوا فيلم المشروع اكس فاعملوا حسابكم انكم طول ما انتوا قاعدين بتتفرجوا على الفيلم مش هتبقوا فاهمين اي حاجة خالص، وكأنكم اول مرة بتتفرجوا على افلام. وعلى فكرة ده مش قلة ذكاء منكم، لان انا برضو كنت كده. فتعالوا ندخل في الحلقة علشان نفهم اكتر عن الفيلم. ما عندوش حاجة يخسرها، ما بيخافش. أحداث فيلم المشروع إكس بتدور عن عالم المصريات يوسف الجمال اللي بيدخل في رحلة هو وأصدقائه علشان يوصلوا للغرفة السرية في الهرم الأكبر، ويقدروا كمان يعرفوا السر اللي اتبنت الأهرامات علشانه. فيا ترى هيقدروا يوصلوا لده، وإيه الصعوبات اللي ممكن تواجههم خلال رحلتهم؟ طيب نروح لمميزات الفيلم. أول ميزة السينماتوغرافي في الفيلم رائعة، مع كل مشهد وانتوا بتتفرجوا والله هتلاقوا نفسكم كده تلقائيا بتقولوا الله ده التصوير حلو، الألوان حلوة، الكادر ده مميز. فالفيلم بصريا كان ممتاز، وفي رأيي إن دي كانت أهم إيجابية موجودة في الفيلم. وبصراحة المخرج بيتر ميمي في أواخر أعماله بالذات بقى بيهتم بالصورة، وإنه يقدم لنا تجربة بصرية تبقى جذابة لعين المشاهد. الكلام ده حصل في فيلم المشروع إكس، وكمان في مسلسل الحشاشين في رمضان اللي فات. ولو تفتكروا معايا كانت أهم إيجابية موجودة برضو في المسلسل هي الصورة، بس الصورة لوحدها ما تكفيش، وخلينا فاكرين كويس جدا الجملة دي علشان هنرجع لها بعدين. تاني إيجابية موجودة في الفيلم الموسيقى التصويرية. لما تشوفوا اسم الموسيقار الكبير أمين بوحافة على أي تتر بقى سواء كان فيلم أو مسلسل، اتأكدوا مليون في المية إنكم هتسمعوا موسيقى حلوة. رغم إن موسيقى الفيلم تعتبر عادية، بس كان ليها كده نغمة لما بتدخل على المشهد بتودي الأحداث في حتة تانية خالص. اللي انت طالبه ده مستحيل. طلعته حرامية. تالت ميزة الأداء التمثيلي، ويعتبر أغلب ممثلين الفيلم كانوا بيقدموا العادي بتاعهم. يعني مثلا كريم عبد العزيز هو كريم عبد العزيز بيقدم العادي بتاعه. ما أقدرش أقول إنه كان بيقدم أداء استثنائي وإن الشخصية كانت جامدة، مفيش الكلام ده. حتى أداؤه الحركي في مشاهد الأكشن ما قدرش إن هو يقنعني. ياسمين صبري برضو أدائها كان عادي. الاتنين اللي أدائهم كان بارز ومميز في الفيلم إياد نصار عجبني جدا، واحمد غزي، خصوصا انه طالع بشخصية واحد عايش في روما، فاتقانه للغة كان كويس. نيجي بقى لضيوف الشرف واللي من ضمنهم كان ليه ظهور مميز قوي مصطفى غريب. ظهر في مشهدين وقدر انه يضحكني، على عكس مين بقى؟ عصام السقا، اللي طول من اول ما ظهر في الفيلم كان بيحاول ان هو يقدم كوميديا، وما جاتش معايا خالص، وما اعتقدش انها جت مع اي حد شاف الفيلم. يعني محدش يقنعني من اللي شافوا الفيلم ان هو كان بيضحك لما عصام السقا بيقول لكريم عبد العزيز يا بشوية. هتضحك في ايه دي؟ وفي مشهد تاني ظهر في الاعلان على فكرة، كان كريم عبد العزيز بيكلمه في التليفون فبيقول له ايه، احنا عايزينك في شغل وكده في سلفادور، دولة السلفادور. فعصام السقا يرد عليه يقول له ايه، طب اركب لها منين دي؟ يا جماعة ايه الرخص ده في الكوميديا؟ يعني ايه اركب لها منين؟ ما الدائري مليان عربيات، احنا هنهزر ولا ايه؟ نخش في العيوب. فاكرين يا أصدقائي كده في أول الحلقة قلتلكوا اللي ناوي يدخل فيلم المشروع إكس يعمل حسابه إنه طول ما هو بيتفرج مش هيبقى فاهم أي حاجة خالص. والجملة دي أنا ما قلتهاش بالصدفة، أنا ما بقولش حاجة بالصدفة. لكن فعلا أنا لما خرجت من الفيلم مش فاهم حاجة خالص، كأني أول مرة أتفرج على أفلام. ليه بقى؟ الفيلم ممكن نقول مثلا أول ربع ساعة كان جامد جدا، وقدر يدخلني على طول في الأحداث. وعلى فكرة ده مش رأيي بس، أنا كان معايا 4 زمايلي نفس الكلام، عجبهم أوي بداية الفيلم وحسوا إن هم داخلين كده على حاجة قوية. بعد كده بتلاقي إن الفيلم بيدخل في متاهات تحسه إن هو مبقاش عارف يخرج منها، فبقى بيقدم لك أي أحداث اللي هو بقول لك إيه اتفرج وأنت ساكت. طب أنا عندي سؤال، أنت هتسأل؟ ما تسألش. الفيلم فعلا كان فيه كمية أسئلة بتدور في دماغي وأنا بتفرج، وما لقيت لهاش أي أجوبة في النهاية. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي أنا محتاج أفهمها في الفيلم شخصية ماجد الكدواني. على فكرة أنا مبحرقش، هو ظهر في الإعلان. الشخصية دي مين اللي وراها؟ بتعمل إيه؟ الشغل اللي كان ما بينها وما بين كريم عبد العزيز، إياد نصار مثلا. وفي نقطة بقى مميتة في الفيلم، إن كل الشخصيات اللي موجودة ملهاش تاريخ، فده بيخليك ما تقدرش تتعاطف مع أي شخصية، حتى شخصية البطل. يعني البطل إحنا بنشوف خلال الأحداث إن هو بيعاني من حاجة معينة، في موقف حصل له أثر عليه،
أنا مش قادر أتعاطف معاه، لإن أنا مش عارف مين ده وإيه اللي وصّله لكده. فكل شخصية كانت بتظهر في الفيلم كانت بتظهر على طول وبتدخل في الأحداث وما لهاش أي تاريخ خالص، فأنا إزاي هاتعاطف مع حضرتك؟ من ضمن برضه السلبيات اللي كانت موجودة في الفيلم إن التحديات اللي كانت بتواجهها الأبطال كانت سهلة جدًا وبتتحل بسرعة. يعني الناس دي في رحلة لهدف معين وبيسافروا أكتر من دولة، فأنت المفروض كمؤلف تحط لي تحديات صعبة علشان أنا كمشاهد أحس بتشويق وأحس إن في خطر على الناس دي. بس ده ما حصلش. أي مشكلة كانت بتحصل للأبطال في الفيلم كانوا بيحلوها بسرعة، فعنصر التشويق والإثارة كان غايب تمامًا عن الفيلم. كل مشكلة بنلاقي لها حل، حتى لو الموضوع يعني معقد شوية في الأول بس بتتحل في الآخر. طب إزاي؟ ومع كل المشاكل اللي أنا قُلتها دي، الفيلم بيختم بنهاية ما لهاش أي تفسير. أنت ليه تعمل جزء تاني وأنت أصلًا في كمية أسئلة في الجزء الأول أنت ما جاوبتنيش عليها؟ علشان كده قُلت لكم في المميزات، الصورة لوحدها ما تكفّيش. بيتر ميمي في الفيلم ده اهتم جدًا بالصورة البصرية ونسي خالص القصة اللي هي عمود الفيلم. فتعالوا بقى نروح للتقييم النهائي. تقييمي لفيلم المشروع إكس هو 6/10. مش هاقول لكم إن هو فيلم حلو ولا فيلم وِحِش، لكن هو فيلم عادي. بس لمّا يبقى فيلم لكريم عبد العزيز سوبر ستار، أهم نجم موجود على الساحة، لأ للأسف من أقل أفلامه. أتمنى بجد إن الفيلم اللي جاي لكريم عبد العزيز يبقى الفيل الأزرق 3 بقى، يا ريت يعني. وفي النهاية رأيكم والشورى شورتكم. اللي شاف الفيلم يا ريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير، اشتركوا في القناة لو أول مرة. أشوفكم على خير. سلام.